يا صباح الفل على عيونكم أجمل إخوات ومتابعين صباح النشاط والتفاؤل والرضا من رب العباد. وحشتوني قوي. لازم أول لما تصحي لو هتصحي بدري تهوي وتفتحي الشقة علشان تجددي الهواء. كمان قبل الحر والشمس طبعا بضطر اني اقفل علشان ما يدخلناش هوا سخن. يعني دلوقتي الساعة 8 على الساعة 12 كده بقفل كل الشقة. تعالوا بقى نشوف الجمال ده. طبعا انا لما صحيت بدري قلت هنفطر ايه، عايزة اغير شوية في الفطار واعمل حاجة بيتي وخفيفة. وهم طبعا كانوا لسه نايمين، فقلت على ما يصحوا يلاقوا حاجة جاهزة ويفطروا بيها. قلت اعمل حاجة غير الفطار التقليدي اللي احنا متعودين عليه. فعملت القراقيش الجميلة دي، سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي وقت خالص. تنفع للفطار، تنفع للعشاء مع كوباية شاي كده بتبقى تحفة، وتنفع كمان للمصيف تعمليها من بالليل وتحفظيها في علبة وتاخديها معاكي فطار بقى عشاء زي ما تحبي. وطبيعي كلنا لما بنطلع مصيف بنبقى عايزين كل حاجة جاهزة معانا علشان نستمتع براحتنا بالمصيف. طبعا مش لسه هنعمل ونشتري، فاعمليها بالطريقة دي وهتعجبك ان شاء الله. انا هنا بعملها دايما بزبدة فرن، بتبقى حلوة قوي. جربوها، هي تعتبر انضف زبدة موجودة في السوق، هي زبدة فرن. بجيب القالب واقطعه مكعبات صغيرة كده، واحطه في علب واشيله في التلاجة، ووقت ما احب استخدمها سواء في الاكل او الحلويات او المعجنات بسحب على قد الحاجة كده، مش هتهدر معاكي ولا هتتبهدل او تبهدل التلاجة. فالعلب دي بتحفظها حلوة قوي. وبسحب المكعبات على حسب ما هعمل بيها اي حاجة انا محتاجاها. فكده انضف ان انتي ما تسيبيش القالب بحاله في التلاجة، تقطعيه مكعبات كده وتحطيه في علب تلاجة عندك وتطلعيه وقت الاستخدام. وطبعا كلنا عارفين ان الزبدة البقري النيوزيلندي بقت غالية قوي، فبضطر استعمل زبدة فيرن البديل ليها. هي كويسة جدا، تعتبر احسن نوع، احسن الانواع اللي موجودة في السوبر ماركت. فانا بنصحك ان انتي تجربيها. وطبعا علشان تبقي عارفة هي ما بتبقاش طبيعي بنسبة 100%، ولكن المتاح اللي موجود قدامنا دلوقتي بنستعمله. وكده تمام، انا خلصت كل كمية الزبدة اللي موجودة معايا وحطيتها في العلب وهدخلها التلاجة وهخرجها وقت ما احب. تمام. اول حاجة هبدأ بيها وهي الخميرة. هناخد معلقة واحدة بس، مش هنحط الكيس كله، معلقة واحدة بس، وهحط لها كمان معلقة سكر كبيرة ونص كوباية مية دافية واقلبهم كويس واسيبهم على جنب علشان تتفاعل، ودي هتكون اول خطوة معانا. طيب الكمية اللي هعملها معاكي دي كيلو دقيق، والدقيق اللي انا بحب استعمله حلو جدا في المعجنات والحلويات وكل حاجة. اسمه الجيزاوي، انا بجيبه من ماركة العسيم وسعره حوالي 20 جنيه، وساعات بينزل عليه عروض وبيبقى ب18 جنيه. حابة تستعمليه تمام. في نوع معين انت بترتاحي ليه مفيش اي مشكلة. اول حاجة لازم اجيب الدقيق يتنخل علشان تبقى العجينة هشة وخفيفة. هنخل الكيلو كله مع بعض. انا ماشية معاكي خطوة خطوة علشان اسهل عليكي الحاجة. ولو في كمان بنوتة لسه بتتعلم تبقى الحاجة سهلة قدامها. يلا يا مامز قومي بقى وتشجعي واعملي لأولادك أحلى قراقيش خفيفة ولذيذة. بنبقى محتاجين الحاجة الخفيفة السهلة في الجو الحر ده، وإن شاء الله هتنبهري بالنتيجة. كده تمام، أنا نخلت الكيلو كله. هضيف عليه بقى 7 معالق كبار سكر، وزيهم بالظبط 7 معالق كبار سمسم محمص. انت بتجيبيه من عند العطار محمص جاهز. وطبعا ذرة ملح دي اساسي. والاضافة بقى الجميلة اللي بتعملي وبتطلعلي القراقيش وتخلي ريحتها تحفة كأنك جايباها من بره، ويمكن احسن كمان، هي معلقة كبيرة من الشمر، مش قادرة اقولك بتودي القراقيش في حتة تانية خالص. الإضافة اللي بعد كده معلقة إلا ربع كبيرة من البيكنج باودر، وهنزل بيها على الخليط وهقلب كل المكونات الجافة مع بعضها. وكمان أنا هنا ضفت كيس واحد من الفانيليا، بيخلي ريحتها حلوة أو جدا أثناء الخبز وبعده. في أي حلة صغيرة بقى أو طاسة المتاحة عندك هتحطي فيها كوباية كبيرة من الزبدة، واللي هي حجم الكوباية العصير، وكمان كوباية زيها من نفس الحجم من الزيت النضيف، يعني زيت ذرة او عباد، زيت ما يكونش ليه ريحة خالص، زيت نضيف.
واسيبهم مع بعض على النار يسخنوا قوي. شايفين شكلهم بيغلوا ازاي؟ هيغلوا كويس جدا مع بعض قبل ما تضيفيهم على الدقيق. هنزل بالراحه وما تقلبيش بايدك خالص، بمعلقه خشب عندك، لانهم هيبقوا سخنين جدا واكيد واضحين في الفيديو زي ما انت شايفه كده، تحس ان في فوران، فخلي بالك. هقلب كده بالراحه لحد ما الخليط يهدى، وبعد كده هنعجنه عادي خالص. ولما تجسيه بايدك وتحسي انه برد اشتغلي. واحنا هنا حتى مش هنعجن خالص، احنا هنبس بس. هنخلي الدقيق يشرب المادة الدهنية كلها، لازم نبسه كويس، دي خطوة مهمة يا حلوين. وهنا هختبر الدقيق، ولما الاقيه شرب كل المادة الدهنية وبقى تمام، هضيف الخميرة اللي انا عاملاها في الاول وبأطراف صوابعي، والم العجينة، ما نعجنش خالص، الم بس. ولو احتاجت مية بزود مية دافية بسيط، واحدة واحدة، ما احطش المية كلها وما تكونش سخنة خالص، لا بتكون مية دافية بسيط، والم العجينة كويس قوي. وده شكلها هتلاقيه كده طرية واسفنجية، وكل اللي في الطبق لم معاكي وريحتها حلوة قوي. اسيبها بقى ترتاح لمدة نص ساعة، وبعد ما ارتاحت معايا هجيبها واحط على الرخامة او الترابيزة اللي هفرد عليها شوية من الدقيق، وافردها بالنشابة، واخلي سمكها لا رفيع قوي ولا تخين قوي، وسط. وقطعي بقى بالشكل اللي تحبيه، عايزاها دواير هتجيب كوبايه عاديه خالص او اي حاجه مدوره عندك، الشكل اللي تحبيه. وعايزاها صوابع براحتك، عايزاها اي شكل انت حابه تعمليه اعمليه. وهجيب الصاج وما يكونش مدهون اي حاجه خالص، وهحط فيه القراقيش اللي انا قطعتها كلها بالشكل اللي انا حباه. انا شكلت وعملت شويه دواير وشويه صوابع، ودي الكمية اللهم بارك اللي طلعناهم من الكيلو دقيق. يعني حوالي لو هتوزنيهم عندك تقريبا من 2,5 كيلو ل3 كيلو من كيلو دقيق واحد بس. دلوقتي الكيلو بره بيتباع ب150 جنيه، يعني توفير التوفير. وكمان هيقعدوا معاكي كذا يوم، وحاجة نضيفة وبيتي وعاملاها بايديكي لأولادك. تمام. هجيب شوكة واخرم بيها الكمية كلها علشان ما تنفش معايا في الفرن، وطبعا علشان الوش يطلع معايا متحمر كويس ولونه ذهبي. بجيب شوية من اللبن وبالفرشة وادهن الوش عادي خالص بالفرشة زي ما انت شايفة. وهتدخليها الفرن، وهي ما بتاخدش وقت معاكي خالص، يعني من ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير، ومن غير ما تشغلي شواية خالص، وهتطلع معاكي تحفة ولونها ذهبي وجميل ودايبة من جوه ومقرمشة. بألف هنا والشفا على قلوبكم، مع كوباية شاي بقى، مش قادرة اقولك، فطار عشاء، تاخديها معاكي المصيف في اي مكان هتسد. يلا قوموا جربوها وقولولي رأيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم. ما تنسوش اللايك اللي بيشجعني انزل فيديوهات، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان يوصل له كل الفيديوهات اللي بنزلها. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.